تعالوا نسمع مع بعض التسريب اللي حصل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ما بين حكم المباراة محمد عادل وميدو سلامة من غرفة الفار في الحالة اللي اتحسبت ركلة جزاء لنادي الزمالك. حبيبي انا عندي لمسه اليد قبل خطا المهاجم، عندي احتماليه وجود ركله جزاء. تعالى. بعد ما راح له محمد عادل قعد يشوف الحالة ويقول له رجع الفيديو وقدم الفيديو، وقعد يشوف الحالة كويس قوي. شوفوا محمد عادل رد عليه وقال له ايه. ماشي هات الصوره العاديه. ولما هي صعبة حسبتها ليه ضربة جزاء؟ انت مش متأكد منها، حسبتها ليه ضربة جزاء؟ انت بتجامل نادي الزمالك؟ بس ده اللي احنا عايزين نفهمه، هل انت بتجامل نادي الزمالك؟ كورة انت مش واثق منها ومش واثق ان هي فعلا ضربة جزاء، حسبتها ليه ضربة جزاء؟ التسريب ده خطير جدا وهيحصل فيه كوارث.